جنسيتك باريسيه اصلا؟ باريسيه يا فندم. ايوه باريسيه. كلنا عارفين باريس عاصمه فرنسا، بس تعرف ان عندنا في مصر واحه كامله اسمها واحه باريس؟ المره الجايه انتظركم. واحه كانت في فتره من الفترات من مقرات الحكم الرئيسيه للفراعنه وللرومان وللفرس. النهارده هنقضي يوم كامل في واحه باريس علشان نشوف اثارها ومعالمها وطيبه وكرم اهلها. 100 كيلو بقى من الخارجه هنلاقي معبد دوش في وسط الصحراء، في تضاريس صحراويه مختلفه، مناطق شبه جبليه هناك عاليه، الصخور هنا ملونه ما بين الاسود والاصفر خالص فوق معبد دوش. معبد دوش شكله مختلف شويه ومكانه كمان مختلف، هنطلع نشوفه. احنا لسه الساعه 10 والنهارده الجو شمس الشمس ضاربه في وشي، لابس نص كم. كل ما بتخرج بقى من اتجاه مدينه الخارجه المدينه كل ما تحس انك دخلت اكتر في جو الواحه وجو الصحراء، لان خارجه مدينه كامله، الباقي هو اللي بيديك الاحساس بالواحه. ومعبد دوش معبد روماني مهم بناه الاباطره الرومان في منطقه جبليه صحراويه، والمعبد بيتكون من صاله اماميه بواجهه جداريه، وبعد منها هنلاقي صاله من اعمده بتؤدي الى قدس الاقداس. وهنلاقي منقوشات على جدرانه لمشاهد للامبراطور وهو بيؤدي القرابين لآلهة المعبد. والمعبد بيقع داخل حصن أثري بارتفاع 80 متر علشان يطل على درب ال40 لأنهم كانوا بيستخدموه لمراقبة القوافل التجارية اللي جاية من السودان. أعلى قمة دوش بقى أنت بتبقى شايف من فوق، بتبقى شايف فيو مفتوح كله طبيعة، مزارع على الشمال وصحراء على مد البصر وجبال. وواحد باريس وقت الرومان كان بيتقال عليها سلة غذاء العالم بسبب خصوبة الأرض فيها وكثرة المياه الجوفية، علشان كده هنلاقيها معتمدة على الزراعة بشكل عام، واللي منها الدوم باريس المشهور واللي بيتسمى بالدوم الباريسي. احنا بقى ايه في قرية الماكس، هنا في دوم موجود في كل حتة، نخل الدوم موجود في كل حتة. احنا دلوقتي بقى في وسط الأراضي اتعزم علينا إن احنا ناكل أكلة اسمها تحريشة أو تجريشة، لسه مش عارف، لسه هتأكد. بس هي أكلة معروفة يعني، فطير ومش وعسل اسود. المفروض ان دي من اشهر الاكلات هنا في الواحات. احنا في قريه اسمها الماكس، الاستاذه حلاوتهم واحده من الناس اللي شغاله في السياحه هنا عزمت على الجروب بتاعنا، فهناكل الفطير بتاعهم. بيقولوا الفطير والمش يعني من الحاجات المشهوره هنا، حاجه محترمه. مشهوره انا ايه ده؟ شويه قريبه مش شويه قريبه. الله ينور، تسلم ايديك والله. عايزين ندوق المش ده بقى. ده نابالم عشان شكله ده النابالم ده نابال. لا في نابالم عجبك البرنامج؟ لا حلو قوي وحادق بس بقى سمك كتير وزبادي عسل ومش، عسل وجبنه ومش. اسمها تخريشه. تخريش اصلا معناها ايه؟ حزمه البصل او الخضروات عند المصري القديم. تمام. فدي اللي كان ايه برضو، ده بيتاكل بايه؟ بجرجير وبصل وكده والغيط. بنعمل عليه تخريشه. تمام. بس اصله مصري قديم. الفطير اصلا اسمه ايه؟ جراس. هم بيقولوا جراس. قرص يعني. ايه الاخبار يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ مش رايقه؟ المش ده سبايسي بس جامد بصراحه. بس حلوه لسعه بس. والفطير بقى ايه؟ مورق يعني، مش معمول في البيت، مش ايه بقى، في افتر تيست كده سبايسي بس جامد. ده هنا ما اسموش فطير يا جماعه، اسمه اقراص بيسموه هنا. الفطير كان جامد بصراحه، فطير معمول في البيت فمتورق كده وكل ورقه محتفظه بقوامها. المش ممتاز، مش بيتي رهيب، شاطرين جدا في المش. نروح نغسل ايدينا بقى. احنا بقى في وسط الاراضي عايزين نغسل ايدينا من هنا. ميه جوفيه سخنه على سطح الارض. وقبل ما نتحرك قابلنا عم احمد، الراجل الجميل اللي اول ما شافنا عزم علينا باصرار انه يستضيفنا، وهو اول مره يشوفنا. شكرا يا عم احمد، وتعوضها لنا المره الجايه بقى. لا بما انك مصمم. انت اللي هتدفع الملكيه. تجيب الاجار بالدولار على طول ان شاء الله. المره الجايه انتظركم ان شاء الله. انا قاعد نتشرف بيك والله يا عم احمد، الله يكرمك. بارك الله فيكم. وبعدين اتحركنا عشان نزور قرية المعماري حسن فتحي المنسية، اللي بناها على غرار المباني الإسلامية ذات القباب علشان تتناسب مع البيئة وتعمل توازن حراري من خلال ملاقف الهواء اللي بتجمع الهواء وبتوزعه على القرية كلها. حسن فتحي ده كان راجل عبقري الله يرحمه،
بس بمجرد ما بتدخل تحت وبتشوف تحس بدرجة حرارة، فرق درجة حرارة قد ايه دلوقتي يا يارا؟ عن بره توقعي 10 13 درجة بسبب القبب تحت بقى وملاقف الهواء اكتر. ممكن مثلا تحت عشان دي تلاجات في الأصل يعني اللي هم عاملينها للسوق. والقرية اتبنت على مساحة 18 فدان لأنه كان مخطط إنه يعيش فيها حوالي 250 أسرة، علشان كده بنى فيها جامع ومدرسة ومسرح وسوق وحتى مهبط للطيارات. ده عبارة عن السوق اللي معمول جوه القرية، المفروض إن الناس هتبقى موجودة فيه وتعرض حاجتهم، أماكن مفتوحة، قاعدة في شمس من ورا بتخش. بس للأسف حلمه بإن الناس تسكن فيها ده ما تحققش. خسارة إن مشروع زي قرية حسن فتحي ده ما يكملش، إنه بس يبقى نماذج لقرى، لأنه يعتبر معماري الفقراء. هو دايما بيعتمد على المواد البيئية المحيطة، كل المواد اللي بيستخدمها في العمارة بتاعته هي مواد بيئية، فده بيخليها عمارة مستدامة. وفي طريق رجوعنا للخارجة عدينا على معبد الغويطة، معبد روماني آخر شاهد على أهمية الجزء ده من الصحراء الغربية عند الرومان قديما. المعبد اللي بيقع جنوب مدينة الخارجة بحوالي 20 كيلو في مكان عالي ومرتفع تقدر تشوفه من بعيد، وده اللي ساعدهم ان هم يستخدموه بعد كده كمكان لمراقبة الطريق، ويعتبر شاهد على معظم الفترات والحقب الزمنية اللي مرت على الواحات قديما. ده كان يومنا في واحد باريس. في الحلقات الجاية هنزور واحة الدخلة عروس الوادي الجديد، وهنستكشف قرى واماكن هتخليك تحس ان الزمن توقف عندها. ادعمنا بلايك وسبسكرايب ونشوفكم الفيديو الجديد من واحة الدخلة. سلام.